عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهارده نعمل مع بعض كحك العيد. هنعمله بطريقه سهله جدا وهيبقى دايب دوب. شايفين بيدوب ازاي؟ مجرد ما تحطيها ببقك مش هتلاقيها، بتدوب جدا. تعالوا نبدا ونشوف هنعملها ازاي النهارده مع بعض، ونعرف كل التفاصيل بتاعه الكحك علشان نعمل كحك يكون ناجح ويكون طعمه حلو جدا. يلا بينا نبدا. مبدئيا كده انا هعاير معاكم السمنه علشان تعرفوا مقدارها قد ايه. انا عايزه 550 جرام من السمنه. لو هتستخدمي كوبايه المج الشاي العادي اللي هي 250 ملي، يبقى عايزين منها 3 كوبايات الا ربع. لو هتستخدمي الكوباية المعيارية اللي هي 125 ملي، يبقى هتحطي منها 3 كوبايات مليانين من السمنة. وعلى فكرة أنا مستخدمة سمنة نباتي، مستخدمة سمنة عادية جدا متاحة في كل البيوت، مش سمنة بلدي ولا أي حاجة. بس لو حابة تعملي بسمنة بلدي دي بحاجة براحتك، وتقدري تستخدمي سمنة بلدي. بس انا اشتغلت بسمنة نباتي. يبقى حطيت 550 جرام من السمنة، والسمنة بتعادل 3 كوبايات الا ربع من مج الشاي العادي اللي هو 250 ملي. هنحطهم بقى في العجان بتاعنا او بالمضرب الكهربائي. هنحطهم وهنحط عليهم معلقتين كبار من السكر البودر، وهنشغل العجان لحد ما السكر يختلط ويدوب في السمنة والقوام يكون كريمي. وطبعا زي ما احنا متعودين لازم ننزل على جنب كده علشان كل السكر يدخل معانا في السمنة ويدخل مع الخليط بتاعنا. ممكن تستخدمي اي حاجة، عجان، مضرب كهربائي، مضرب يدوي، تشتغلي بايديكي، مفيش اي مشكلة خالص. لحد ما نوصل للقوام ده هننضف المضرب بتاعنا بتاع العجان بالشكل ده ونشيله، وهناخد نحط عليه الدقيق. بعد كده انا هشتغل بكيلو من الدقيق، وكيلو الدقيق بيعادل 7 كوبايات من مج الشاي اللي انتوا شايفينه ده. 7 كوبايات مليانين. المج ده 250 ملي، بكرر تاني. ولو هتشتغلي الكوباية المعيارية اللي هي 125 ملي، هيبقى 8 كوبايات من الدقيق. لو هتريحي نفسك بقى ومش هتعايري ولا بدا ولا بدا، يبقى هتجيبي كيلو الدقيق وهتحطيه معاكي. اهم حاجة تنخليه بالشكل ده. حطينا ال7 كوبايات بتاعتنا وحطيتهم تاني في العجان علشان نبث الكحك بتاعنا. اهم خطوة في الكحك طريقة البث دي. اهم حاجة انك تبثي الكحك بتاعك كويس جدا. بتحطي السمنة عليها السكر وبتضربيهم شوية، وبعدين بتزودي عليهم الدقيق، وتفضلي تبثي في الكحك بتاعك، تبثي الدقيق بالسمنة علشان كل الدقيق يختلط بالسمنة كويس جدا ويتغلف بالسمنة كويس جدا. وده اللي بيخلي الكحك يكون دايب معانا. انا اشتغلت بالسمنة النهاردة، السمنة بتاعتنا باردة، مش سخنة ولا اي حاجة. لو هنشتغل بكيلو دقيق واحد، لو عايزة تعملي اكتر من كيلو ممكن تستخدمي السمنة تسيحيها على النار، السمنة تكون سخنة يعني، وتنزلي بيها على الدقيق بتاعك. قدامك الحلين وقدامك الاختيارين وبراحتك. بس انا اشتغلت بكيلو واحد من الدقيق علشان ما يكونش حراق على المعدة برضو قوي، فاستخدمت السمنة تكون باردة. بعد ما بسينا الدقيق بتاعنا بالسمنة كويس جدا، حطيت عليه ربع معلقة صغيرة من الخميرة، ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة من المحلب، نص معلقة صغيرة من المحلب. المحلب بيدي طعم حلو جدا للكحك. وحطيت ربع معلقة صغيرة من الفانيليا ورشة من الملح. هنا بقى ممكن تزودي سمسم لو حابة تحطي سمسم. احنا عندنا الولاد مش بيحبوا السمسم في الكحك فما بحطوش، بس ممكن تزودي معلقتين من السمسم. وممكن كمان تحطي ريحة كحك. انا حطيت محلب واستكفيت بالمحلب اللي حطيته. المحلب بيودي الكحك في حتة تانية. بس اهم نقطة في المحلب يكون لسه جايباه من عند العطار، يعني ما يكونش موجود عندك بقاله كام شهر، علشان لو فضل عندك في البيت مش بيدي ريحة، يعني بتحطيه كأنك ما حطيتيش حاجة برضو. اهم حاجة المحلب يكون طازة، يعني تكوني جايباه من عند العطار. وزي ما وريتكم كده بزود معايا نص كوباية من المية الدافية، وبزود نص الكوباية. وهنا بلف العجينة مش اكتر، مش بعجنها خالص، هي لفة في التانية بتكون اتلمت. وزي ما
شايفة كده العجينة بقت مظبوطة معانا. تعالوا بقى نجرب العجينة ونشوف هل هي كده تمام ولا بتشقق. هنجربها ونشوفها مع بعض. لو لقيتيها بتشقق مش هنزود ولا سمنة ولا اي حاجة، مجرد ما هتلفيها لفة كمان، تعجنيها عجنة كمان كده تلفيها بايديكي كده خلاص هتبقى مظبوطة معاكي، لكن مش هنزود سمنة تاني ولا اي حاجة. تعالوا نجربها كده مع بعض. شايفين بتبصميها كده بايديكي، مش بتشقق ولا اي حاجة، كده الكحك بتاعك هيطلع مظبوط جدا. تعالوا نجربها بالبصمة كده. شايفين مش مشققة خالص. كده نبدأ على طول ونعمل الكحك بتاعنا ونحطه في الصاجات وندخله الفرن. هيطلع معاكي احلى كحك، جربيه وهيعجبك جدا. هنا بقى لو مفيش بصامة ممكن نشتغل بالقطاعة بتاعة البيض، زي ما انت شايفة كده بعمل خطوط بالطول وبالعرض. وممكن كمان نشتغل بالهراسة بتاعة البطاطس، هتديك الشكل ده برضو حلو جدا. وطبعا لو متاح بصامة الكحك فهنشتغل بالبصامة، وهنعمل الكمية بتاعتنا كلها ببصامة الكحك علشان موجودة معانا. بصوا بتكوري الكرة بتاعتك كده، يا ريت تعمليها حجم صغير علشان تبقى منمنمة كده وصغيرة، وبتحطي عليها البصامة بالشكل ده، بتضغطي عليها بتاخد الرسمة وبتاخد الشكل. ودي كانت رسمتها مش مظبوطة، جاية بزاوية كده، فعملتها مرة كمان. هعمل الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة كده بمنتهى السهولة. عايزة تعملي الكحك بتاعك محشي بأي حاجة ممكن تستخدمي أي حاجة تحشي بيها الكحك، مفيش مشكلة. ولو عايزة تعمليها بالعجوة بتحطي العجوة بتاعتك وبتحطي عليها معلقة كبيرة من السمنة وبتعجنيها مع بعض، بتعمليها كور صغيرة وبتحشي بيها الكحك بتاعك. وعلى فكرة أنا عملت معاكم محشي بعجوة قبل كده، لو عايزين الطريقة قولولي وهسيبها لكم في الكومنتات. وهنا بقى بعد ما خلصت الصاج بتاعي هدخله الفرن يكون سخن مسبقا طبعا على درجة حرارة 325 لو انتي في امريكا، ودرجة حرارة 170 لو انتي في مصر. بتدخلي الصاجات بتاعتك في الفرن، اول ما بتاخد لون كده بتطلعيها. ودي الصاج رقم 2، وده معانا الصاج رقم 3، عمل معايا 3 صاجات. وده شكل الكحك بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. شايفين بيدوب ازاي؟ جميل جدا. لما بتطلعيه من الفرن بتسيبيه يتهوى شويه وبعدين بتمسكيه بقى وتتحكمي فيه براحتك. هنا بقى بعد ما بارد حطيت عليه السكر بالشكل ده. بحط السكر البودر بتاعي في المصفى وبنخله عليه بالشكل ده، بيبقى حلو جدا. دي اكتر خطوه بحبها، ان انا انخل السكر على الكحك بالطريقه دي. جربوا الكحك بالطريقة دي وهيعجبكم جدا. لو جربتوه بالشكل ده اوعدكم كل مرة وكل عيد هتعملوه بنفس الطريقة، علشان نتيجته حلوة جدا ومضمونة ومش بياخد معاكي وقت خالص وانتي بتعمليه. وكل سنة وانتوا طيبين. ولو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بتنزل. وتقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو بتاع النهاردة. جربوه قولوا لي ايه رأيكم فيه، واشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.